ما انتخب ما انتخب لو ينطوني بطاني يم النمر، ما انتخب لو ينطوني 50,000، ما انتخب ما انتخب ما انتخب ما انتخب. اقول لك احسك تقصدني. اي اقصدك انت. ليش هو اكو غيرك على مود بطانية ام النمر تبيع صوتك؟ يا معود هسه احنا شو محصلين؟ على الاقل البطانية تفيدنا بالشتي نتدفى بيها. انت والله ما تستحي، يعني تبيع صوتك على مود بطانية ام النمر؟ ام النمر هسه اذا ضايجوا من النمر راح اقلهم جيبوا لي بطانية ام القرد. ارتحت. انا ما عندي مشكلة لا ويا النمر ولا اي حيوان ثاني، انا مشكلتي وياك لان قشمروك قائمة الجدر المخسوف ببطانية. ايه وشنو المشكلة؟ المشكلة هاي القائمة صالها 20 سنة بالحكومة وما فايدة المحافظة، لا مشروع لا بطيخ كل شي ماكو. ثاني شي هاي القائمة فاسدة وما عندها أي إنجازات. ثالث شي انتخب قائمة كون الرئيس مالتها من محافظتنا. مو قائمة جذر المخسوف قالولي إذا تنتخبنا راح نكمل لك شغلة الرعاية ونشد لك راتب. إيه وشدوا لك تخم تايرات تي. شو لك شبيك انتي؟ بس اصبر لي اصبر. إذا يسووا لك شغلة الرعاية على مود تنتخبهم هاي مو معناتها فاسدين؟ دي شغلة، هذا شغلة. أقول لك هي كلها فاسدة. خلنا ناخذ لي بطانية من النمر أتدفى بيها أحسن من الماكو. بعدين صوتي شو يأثر؟ لا يأثر، شلون ما يأثر؟ إذا أنت تبيع صوتك وحسوني يبيع صوتي وعبودي يبيع صوتي كان ضاع البلد ضاع. يعني هسه شو أسوي؟ والله احتاريت. على شنو تختار؟ خصم الحكي، انتخب لك واحد تعرفه خوش إنسان ولا تنتخب لك واحد من هذول الفاسدين. والله تريد الصدق كلامك صحيح. من هاليوم بعد ما راح أصوت القائمة الجذر المخسوف. اي عافية هيك اريدك. الحكي بيناتنا الجو بارد كلش. تدري ما شنو هسه؟ مال شنو؟ بطانية من نمر.